تعالوا بينا نحكي من اللي بنسمعه من واقع الجلسات للأسف ومن واقع الحياة. أصبحت البيوت العمرانة مهددة، وأصبحنا بنشوف مشاكل كتير جدا لاكتشاف إن الزوجة بتتكلم مع شخص تاني، زميل بقى في العمل أو صديق من السوشيال ميديا، أو الزوج بيعمل نفس الشيء، وبيبقى الكلام بمنتهى البساطة ده مجرد دردشة. للأسف هي ما بتبقاش مجرد دردشة. البيوت العمرانة خط أحمر. عايزة أقول لحضراتكم النهاردة البيت المقفول على زوج وزوجة وأولاد خط أحمر، مليون خط أحمر. يعني إيه؟ يعني الاتنين اللي ربنا رزقهم الزواج ورزقهم إقامة أسرة وعاشوا سنين مع بعض، يوم 2 سنة 10 20، خط أحمر. خط أحمر لمين؟ خط أحمر للست الطيبة الجميلة زميلة الزوج في الشغل أو اللي عرفته عن طريق السوشيال ميديا. خط أحمر هذا الرجل المعجزة التي لن ولم تتكرر، هو رجل لزوجة والأولاد. رؤية حضرتك ليه كمعجزة لم تتكرر ما يديش الحق لحضرتك انك تجيبي له الفطار وانك تقولي له ليه حضرتك هي ما فطرتكش وليه هي مش منتبهه لك وازاي هي مش مهتميه بيك. ارجوكي اذا سمحتي، سواء حضرتك متزوجه، للاسف اقول كلمه زي دي لانها من كام سنه ما كانتش في قاموسنا اصلا، او حضرتك مش متزوجه وفي رحله البحث الدؤوب عن زوج، البيت اللي مقفول على زوج وزوجة خط أحمر. فأرجوكي بكل هدوء راعي حدود العمل وراعي حدود المعرفة والتعامل مع هذا الشخص الغريب عنك. وده مش ما يخصش ديانة لوحدها، ما يخصش الدين الإسلامي ولا الدين المسيحي ولا الدين اليهودي. إقامة أسرة فهي كيان مقدس في جميع الأديان. وبالنسبة لزميل العمل الأخ الفاضل الطيب الجميل، أرجوك سيب زميلتك وسيب الحزن اللي في عينيها. أرجوك الحزن ده ملوش علاقة خالص بالزوج اللي مش منتبه ليها ولا اللي مش بيراعيها، لا. الزوج ده لو حضرتك يعني بسيط كده هتلاقيه في عينين زوجتك برضو على فكرة، والسبب منه هو يمكن يكون منهج الدراسات بتاع 4 ابتدائي أو منهج الساينس بتاع 2 إعدادي، او الجري ورا التمارين والشغل والبيت والولاد ومين اكل ومين امتحن ومين خد الدواء. الحزن ده في تفسير حضرتك البسيط المتواضع اللي سببه الزوج اللي هو مش مقدر هذه النعمة الفظيعة، واللي لو كانت معاك كانت هتبقى ملكة. لا، لو كانت مع حضرتك في منظومة الزواج ما كانتش هتبقى ملكة ولا حاجة، بدليل ان اللي موجودة عند حضرتك في البيت هي مش ملكة ولا حاجة، هي حزينة برضه. فالبيوت العمرانة خط أحمر، واللي بيحصل ما بين الزوج والزوجة مش مسموح لحد انه يتدخل فيه. وفي حال ان هم قرروا ان الحياة ما بينهم ما بقتش زي ما هم عايزين او زي ما هم حابين او زي ما هم كانوا بيتمنوا ان هم يعيشوها، يبقى ده قرارهم، مش قرار بسبب ان في طرف ثالث او طرف رابع كمان تدخل في الامر وابتدى يقول للتاني انت كتير على اللي معاك. اللي بيحصل بعد كده الخيانة ما فيهاش، ما بتفرقش ما بين رجل وامرأة. الخيانة بتسيب جرح وكسر في العلاقات بياخد سنين وسنين لحد ما يتداوى، ده إن الدواء. وعلشان كده البيوت العمرانة مليون خط أحمر مقفولة على حياتها، على فرحها، على حزنها، على مشاكلها. الشخصين قادرين على إن هما اللي يحددوا يكملوا ولا يوقفوا. دمتم بحب. لايف كوتش دكتورة أمية عبد الرازق.